انا دلوقتي عندي كام مشكله انا عايز احلهم. ليه بس مالك زعلان ليه؟ يعني حضرتك دلوقتي انا بحس ان الناس كلها شايفاني، كل الناس بتبص عليا، بحس انها هتقع من على دماغي، بحس انها ظاهره من قدام وبحسها من هنا. انا ببقى حاسسها حضرتك من هنا كتير جدا، كل ما احط ايدي هنا انا ببقى حاسسها. الموضوع ابسط من كده بكتير جدا. انت الطبيعي ان انت بتعيش الحل معانا، بتعيش الموضوع، ولازم يكون عندك فيه فكره ثقه جدا 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 في نفسك ان الناس مش شايفه ده، لكن انت بيبدو ليك من جواك ان الناس شايفه ده، لكن دي مش حقيقه. كل ما احط ايدي من قدام كده واخش جوه المرايه واقرب جوه المرايه انا ببقى شايفها. انا عايز حل لده لان انا كده مش مبسوط، بجد انا كده مش مبسوط. اعمل ايه دلوقتي حضرتك؟ ايه اللي المفروض اعمله يعني؟ وانتم ما كلمتونا في الاول قلتوا لنا غير كده خالص. فانا دلوقتي بحس ان انا حاسس ان الناس بتتفرج عليا، حاسس ان الناس بتبص لي وشايفه ان انا عامل يونت. ايه الحل؟ المشكله ان انت بتعيش جوه دماغ الناس، المشكله ان انت عايز تعيش احساسك بان انت حاسسها. طبيعي ان انت هتحسها ولكن عينك مش هتشوفها. طبيعي ان انت هتبقى واقف قدام مرايتك مش شايف اي حاجه، ولكن لما تيجي تخش جوه مرايتك اكيد هتحس بحاجه وتشوف حاجه. اكيد لما تيجي تبص في عين الناس وانت حاسس ان الناس شايفاك اكيد هتعيش ان الناس شايفاك. المشكله الحقيقيه ان انت لازم تكون بتعيش الحل مش بتعيش المشكله. هي دي الحقيقه. ليه دايما بحس انها باينه؟ ليه بحس في الناس ان هي بتبص لي واكنها شايفاها؟ انا احل ازاي الموضوع ده؟ ايه المشكله دلوقتي؟ انا احلها ازاي؟ فانا دلوقتي محتاج ان انا احس ان انا سعيد بيها لان انا مش سعيد. انا محتاج شوف لي حل بعد اذنك. هو احساسك بان انا لو مسكت مثلا المنطقه دي وعملتها كده فطبيعي بتحس ان في نسبه تحرك هنا، ولكن انت عشان عندك ثقه كامله في نفسك ان دي بشرتك فانت حاسس انها بتتحرك، ولكن انت واثق ان هي مش هتقع. المشكله الاكبر بقى ان انت بتعيش ده في دماغك. لما تيجي تعمل كده تيجي تتحرك زيها زي اي منطقه تتحرك فيك، فانت عندك الاحساس والخوف بيسيطر عليك. انا حاسس ان هي هتقع، انا حاسس ان انا لا، انا لو مشيت في الشارع ممكن تقع مني. ده مش حقيقه. المشكله الحقيقيه ان انت لازم تعيش بثقه، وهي دي اللي انت لو تغلبت عليها فانت تغلبت على المشكله واصبح مفيش مشكله. ثق يا صديقي في نفسك اولا، هتلاقي الموضوع عادي جدا. وليه دايما بحس ان انا محتاج اعمل اخد وقت كتير جدا واعمل حاجات كتيره جدا عشان هي تتظبط؟ يعني ليه كده؟ لازم نتعامل معاها بمنتهى البساطه، ما نتعاملش معاها على انها شيء صعب جدا. لو اتعاملنا معاها على انها شيء صعب هتبقى صعبه، لكن لو اتعاملنا معاها من مبدا ان انا ببقى شخص طبيعي زي اي حد في الدنيا عنده شعر، بمبدا ان هو انا عادي لازم يكون في نسبه فوضى مرتبه نسبيا، هتلاقي ان الموضوع يبدو عليه ان هو طبيعي جدا. ولكن المشكله ان انت عايز تعيش ان هي مرتبه جدا. ففكره الترتيب جدا بيديك احساس بعدم فكره التعب، وفكره ان انا حاسس ان بتاخد مني مجهود كتير، وفي الاخير ببقى حاسس ان الناس شايفاها بسبب زياده الترتيب وزياده الوقت اللي بيضيع هدر. في حين ان احنا لو تغلبنا على الفكره ان انا مجرد ان انا بعمل اللوك ويبقى فيه نسبه فوضويه مرتبه، فبالتالي بطلع بشكل طبيعي جدا وجميل جدا في اقل وقت ممكن، وده اللي مطلوب يتعمل. وكمان عايز اقول لك ان هي ما بتفكش على طول، هي بتفك تدريجيا، ودي ميزه جامده جدا فيها. ان هي لما بتيجي تقول ان هي فعلا فكت وفصلت من بعض، ده ما بيحصلش في يوم ولا في 10 ايام، اقل حاجه بتاع اسبوعين. فكره ان هي تفصل نهائيا ديت، فبالتالي انا ما عنديش المشكله اللي تخليني ان انا عندي الاحساس الجزمي بان هي فكت. هي فعلا ما فكتش، ولكن هي ابتدت من بعد 10 15 يوم ابتدت تضعف معايا. بقى انا على حسب البشره ممكن تقعد 4 ايام 10 ايام 15 يوم لحد ما فعلا توصل لدرجه ان هي تحل حل نهائي من بعضيها. ففي الحاله دي انا حاسس ده، ولكن انا مطمن جدا ان هي مش هتعمل معايا اي مشكله. ثق يا صديقي في نفسك اولا، هتلاقي الموضوع عادي جدا.